في الحلقة هذه بتشوفوا كيفاش عملت اونترمي بيستاش متكون من داكواز بيستاش امبيبي بسيرو، خليني بيستاش، كريم دبلومات بيستاش زادة، غلاساج ميغوار شوكولا بلون فيه ضربة مغبغاج بالاخضر، وعلى جنب كعبات بيستاش. وكتيبة الوصفة تلقاوها في البيو. الداكواز بيستاش، نطلع عبيد العظم بالسكر، نزيد اللوز المرحي، بعديك نحط بات البيستاش نحطه في بوش، نحاول نعمل دورة كيف الببوشة ونحطه في الفور 15 دقيقة على مثلا 170 درجة، ومديبي في الفور نعمل سيرو. السيرو باش يطري البسكويت، نحط سكر وماء يغلي، ولين كي تحط السيرو على صحن بارد تحس تكستور ولا تلصق، معناها احذر، وتسقي الداكواز بالفوشة لين تشرب بالكدا وتحس طرات. اللي بخليني بيستاش، نحط سكر في المقلة ونحل النار، ما نمسش ونبقى نعس قد ما الكراميل يغمق، قد ما باش يعطينا ما تعمر. هوني اللون ظهر لي مزيان، يخر ميت عليه البيستاش، نخلط باش الكراميل يدور بالبيستاش، وقفت عليه وحطيته على تابي سيليكون، نرد بالي لنمس بيدي باش ما تحرقش. بعد نص ساعة نكسره ونحطه في الميكسور. نبقى نرحي لين يبدا باش يذوب، ووقتها نحط له الزيت ونستحفظ بيه. الكريم دبلومات بيستاش، نبدا بها على خاطرها تتعمل على زوز مراحل. عندنا كريم باتيسير نزيدها جيلاتين، والكريم ليكيد اللي باش نركضوها بعد نخلطوها مع بعضهم. ناخذ سحفه فيها ثلج وماء، نغطس فيها جيلاتين، نسخن الحليب، نركض العظم بالسكر ونشي. كيف الحليب يبدا يسخن نصبه على الخليط، نركض ونرجعه على الغاز، كي يغلي نطيبه دقيقتين، نخرجه من النار، نرمي جيلاتين والبات بيستاش، نغطيه بالسلوفان باش ما تعملش ورقه صفرة من الفوق، ونخلي في الفريجيدير 6 سوايع لين تبرد مليح. قبل ما نتعدل المونتاج نخرج الكريم باتيسير والكريم ليكيد من الفريجيدير، نركض الكريم ليكيد لين تتنفخ، نطري الكريم باتيسير اللي شدت بعضها بالميكسور، ونصبه في وسط الكريمه على 3 مراحل. المونتاج، في المونتاج باش ناخد دبلومات بيستاش نحطها في بوش، نعمل الكوش الاولى في وسط مول سيليكون، نعبي بالكدا في الجناب، ما لازمش يبدا فما هواء. من بعد ناخد بخليني اللي في البوش، نعمل دوره وسط الجاتو، اما ما لازمش تمس الجناب. نعمل كوش اخرى نتاع كريم من الفوق، نجيب ديسك الداكواز، ننزل شويه، ندور وننظف الجناب، نحطه في الكونجيلاتور 12 ساعه. الغلاساج ميغوار، نحط الجيلاتين تتنفخ في الجلاسون، نحط ماء وسكر وغلوكوز في كاسرونه، نطلعهم ل 103 درجات، خارج النار نصب سيرو على لي كونسونطري وجيلاتين، من بعد نزيد شوكولا بلون مقصوص بالصغير، نستنى دقيقه حتى لين يذوب، نحط له كولورون ابيض على خاطر لي كونسونطري يعطي نوت كما تقول صفرة، دونك الكولورون الابيض باش يعطينا فريمون اللون اللي نستحقوا له. ماذا بيك تستعمل كولورون جي. نرحي ونحط السيلوفان اون كونتاكت مع الغلاساج ونخليه ليلة كاملة في الفريجيدير. المونتاج فينال، نضرب الغلاساج في الباماغي باش يوصل ل 34 درجة، نعاود نغطس ميكسور ونفلتر، نخرج الجاتو من الكونجيلاتور، نحيلو سيليكون ونصب الغلاساج فوقه بشوية. عندي انا احسن احساس في الجاتوات هذوما هو كي الغلاساج يتصب في عقل عقله ويدور بالجاتو. نعمل ضربه من الفوق باش نستوي، واللي بقى في سباتول نعمل له شويه كولورون ونعاود. ننظف الجناب ونزين بالبيستاش كونكاسي في عقل عقل. كي نقص الجاتو
عندي البخالينات قرمش، الموس حنينة برشا، الدكواز تعطيك مطعم بيستاش حقيقي، قصته سهلة، ما بغاش تحفون، وفيه بالحق برشا حاجات. كانك تحب البيستاش بالحق معناه هذا يعطيك المطعم الحقيقي معبي بالبيستاش بالحق، المطعم اللي تسنى فيه. خديت برشا وقت باش نعمل الحلقة هذه. الحقيقة تطلب برشا تكنيك وبرشا غرام. بالحق أنا هذا علاش معناها عملت الشين هذية، باش نجم نبارتاجي معاكم الحاجات اللي نحبهم، نجرب حاجات جدد، نفيدكم وتفيدوني في الكومنتات، وحطوا لي كومنتير كان عجبتكم الحلقة هذه. كان عجبتك الحلقة حط لايك وبني روحك. كان عندك سؤال تجم تسأله لنا في الكومنتير، واحنا نتقابلوا في الحلقة الجاية.